طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تحياتنا لكم جميعا يا اخوانا. انا شايف الفيديو اللي قبيل عملته زي عمل ضجه كده في جروباتنا، وللاسف انه الجروبات دي كلها ما نظيفه. يعني انا ما نشرت في غير جروبات الجاهزيه وجروبات اللي نفتكر انها جروبات خاصه بينا، لكن للاسف طلع الفيديوهات دي وانتشرت في عدد من المواقع في الفيسبوك، وفي صفحه مزوره باسمي انا بالعربي ابراهيم بقال سراج. الصفحه دي ما صفحتي انا ولا عندي علاقه بها وكده. وفي ناس مننا نحن انتقدوا بيقولوا انه يا اخي ما مفروض الكلام ده يتقال، وما مفروض الكلام ده. يا اخوانا نحن نسكت تبتين واللي يلجم السنتنا منه ولا شنو نسكت؟ يا اخوانا الكلام اللي انا قلته ده ما خطا. نعم قلنا في انسحاب، يكلموا الناس في انهم يستعدوا للانسحاب، لكن ما فجأة كده الناس بس تيجي تطلع بالطريقة اللي الناس طلعوا بيها دي. الكلام ده خطأ جدا جدا. ونعم نحن ذاتنا نقعد نواجه مصيرنا بانفسنا. نحن قاعدين في مؤسسة وبعدين ندعم مؤسسة لينا قريب سنتين. المؤسسة دي ما بتوفر لنا وسيلة عشان نطلع بيها لما يكون فيها انسحاب. اي زول يطلع بطريقته، اي زول يواجه بطريقته، اي زول سايق عرباته القتالية طالع بيها بطريقته، واي زول سايق عرباته الخاصة طالع بيها بطريقته. انا ما طلعت بحاجة ولا طلعت بشيء، والدنيا دي كثيرة واسمنا كلها في النهاية بتروح. كلنا في النهاية بنطلع من الدنيا دي بكفن، بنطلع من الدنيا دي بكفن. ربنا هو اللي رزقنا، وربنا هو اللي ادانا، وما الدنيا ما بحمنا في شيء. تركنا البيت بالطريقة اللي شفتوه ذاك، وخشوا فيه العدو وصوروا فيه. خلي يشيلوه الدار يشيلوه، يسرقوا الدار يسرقوه، ينهبوا الدار ينهبوه، يحرقوا الدار يحرقوه. في النهاية ما الدنيا بتروح. ما في زول في الدنيا دي اتولد بمال، ولا في زول بيمشي بالقبر بمال. ده اللي اسمه ده. انا بعدين قبيل الموقف اللي انا كنت فيه، نعم فعلا خلاني اقول الكلام اللي قلته لكم ده، وللاسف سربتوه انتم من الجروبات وطلعتوه، وبعد ذاك مشي انتشر في عدد من المواقع. فكون انا انشر في جروباتنا الخاصه وتطلع من جروباتنا الخاصه لتمشي تنتشر في جروبات ثانيه، انا ما مسؤول من الحاجه دي، ما مسؤول من الحاجه دي. في النهايه ان شاء الله نسال الله التوفيق ونسال الله النصر، وان شاء الله ربنا يعيننا جميعا. وتسلموا كثير. تحياتنا لكم.